بصراحة فيلم اللصوص أو اللص بتاع فاروق الفيشاوي، آخر مشهد فيه عجبني أوي أوي، اللي هو بتاع لما جه يسلم الشنطة اللي هي بمليون جنيه دي لصاحبها، وهو مش صاحبها أصلا. قال له لا مش بتاعتي، وأنكر وقال له أنا معايا مليون جنيه، أنا أمتلك مليون جنيه، علشان هو راجل كبير ومنصب كبير في الدولة. فخاف إنه حد يثبت عليه الفلوس دي، او حد يثبت عليه ان هو مثلا مختلس مليون جنيه والكلام ده كله. لو ثبت ان المليون جنيه دي بتاعته، او لو ثبت ان الفلوس دي بتاعته، هيبقى فيها مشكله كبيره جدا جدا، وممكن يتعرض للسجن، وممكن يتعرض لمساءله قانونيه والكلام ده كله اللي انتوا عارفينه. فعشان كده انكر لحد ما جات له الفلوس لحد عنده. عارف لو جات له الفلوس لحد عنده من غير البوليس كان ممكن خدها، لكن علشان البوليس موجود فيها سين وجيم وبتاع وحوارات والكلام ده كله، ولكن ما رضيش يعترف علشان طبعا انتوا عارفين اللي فيها طبعا. فاسمعوا المشهد، حاجه جميله جدا جدا، حاجه حلوه خالص خالص، يعني هتعرفوا المشاهد دي كم الرسائل اللي فيها.